كبرت يا ليلى، كبرتي وباينلك كده ناوية تجيبلنا العار وتقطمي ظهر ابوكي. شعري بيومي لا يمكن شيء يحني راسه ابدا. حانت الساعة، يا مرحب بالرجالة. الارض اتراوت يا ابو كف. وشبعت سقية يا معلم. نمساوي، المحصول جاهز للحصاد يا سيدي المعلمين. بينا يا رجالة. الله واحد. نجينا يا رب. ايه الاصوات اللي في نص الليل دي؟ الله يقلق منامكم. يا دين النبي، عملتها يا بيومي. يا ساتر استر يا رب. هو في ايه يا معلم؟ ايه اللي بيحصل في الحارة السعادي؟ بيومي الكلب مولع في الجزارة ومكوم رجالتنا في الحارة، عادمهم العافية. يا دي المصيبة. وانت رايح فين يا معلم؟ لاجل النبي ما تفوتني يا اخويا. اوعى يا سميحة. طب يا اخويا من غير سطور، والنبي يا اخويا من غير سطور اغزي الشيطان. نزلني معاك يابا. 3 بالله العظيم يا رضوان، انت واخواتك اللي هيحصلني فيكوا لا مسيح دمه. اتلقح ياض مكانك. يوم خرج الليلة دي يا حارة فتوح، من طلوع الشمس الكل يجهز لعهد جديد في الحتة. أي راجل عترة ومجدع حيش كلام جوه نفسه ينزل يدلب رأيه. نبوت بيوم الليلة دي اتزفر ولا ارتواش، لسه عطشان صبابة. فتوة الحتة وصل لاجل يرجع اللي كان كمكان. يا سلام، باين لي بقيت بستنطق شعر كده ولا ايه يا ده نمساوي؟ انا مساوي، ما تقلش ايدك كده عالجدع يخلص في ايدك. زفة خروج المعلم بالنهار ما تتحسبش، الزفة اللي بصحيح ابتدت بالتو واللحظة. زفة الليلة دي تتحسب. دق يا مزيكا. بيومي يا خسيس. الله، بتنادى يا معلم؟ محتاج ايها الشيء؟ ايه اللي نزلك بس الساعة دي بالشكل ده؟ اطلع لبيتك وعيالك يا راجل. قافل عليا الباب بالجنزيرة يا بيومي، حابسني في البيت يا جبان. اخاف عليك النار تلسعك يا اخويا. مش عاوزك انت النبادي، لسه عليك شوية. بس دي الزفة كده عالضيق، انا والرجالة كده على قدنا. حلاوة خروج معلمكم. بس عليا النعمة نجدع منك، احبسك ليلة واحدة بس، مش 5 سنين. غبي، هتفضل طول عمرك غبي. صدقت يا معلم، مظبوط. يا ما كنت غبي بصحيح، بس خلاص اتعلمت. عجبت لك يا زمن، ما بيفكركش بحاجة الموقف ده يا معلم؟ وانت واقف كده ورا قضبان الحديد، ما انتش طايلني، قليل الحيلة وعينيك دم ونار. قهرة النفس صعبة برضه. أول زيارة في السجن فاكرها؟ كنت انت بره وانا ورا القضبان، دوارة الدنيا. صحيح يا مأمن للزمن، ما تسلمش، ده الزمن خوان. بيوم اللي اتسجن مات جوه السجن يا معلم بليل. اللي خرج لك ده اللهم محفظنا شيطانه، وناره هتطول الكل. واللي سقتني منه نقطة هسقيك منه بحر. ما تدق يا مزيكا. بيومي خرج الليلة حارة فتوح، زفة النهار ما تتحسبش، زفة الليلة محسوبة. زفة النهار ما تتحسبش، زفة الليلة محسوبة. بتتهم مين بإشعال النار في محلة الجزارة يا معلم بلال؟ قضاء وقدر كده؟ طيب، والاعتداء اللي حدث لصبيانك في الجزارة والإصابات الخطيرة اللي أدت إلى حجز البعض منهم في المستشفى، ما حصلش ولا رجالة؟ ما حصلش يا معلم.
يا سلام يا معلم، والله ورجعت حارة فتوح لفتوتها، ورجعت ليالي الأنس والفرفشة. عاوزك في كتف النمساوي يا ده جلال، في الناحية البحرية للحارة، تنصبوا المجال ومعاكوا باقي الرجالة. مفيش مخلوق يفلت من القتاوة. أبو كف وباقي الرجالة على الناصية التانية. عاوز قبضة من حديد، الكل لازم يعرف من هو كبير الحتة وفتوتها، ولا فيش كبير غيره. واجب يا معلم. خد يا بت شربات. امال ستك نعيمة فين؟ ما لمحتهاش يعني من ساعة ما دخلت الخمارة. ستي في اوضتها يا معلم، وحالها مش ولا بد. عيني عليكي يا ستي وعلى شبابك، باين لها كده يا معلم حد مزعلها. لا يا شيخة، طب انزلي بدور كمان للرجالة لحد ما اطلع اشقر عليها. عيني للمعلم وصحبته. يدوم يا معلم. الله واحد. يا ست نعيمة، مش نايلين رضاكي وحرمانة من أنسك الليلة دي، مالك كفل الشر؟ يعني ما انتش عارف يا معلم؟ نوريني. باين لك حبيت قعدة أرميدان وحالف لا تنورهم مرة تانية. خايفة عليا يا نعيمة؟ إن ما كنتش أخاف عليك انت يا بيومي، أخاف على مين؟ العمر خلاص يا بيومي، اللي جاي ما هوش قد اللي راح. بزيادك شقة طوعني، نتلم في بيت واحد نعيش زي الناس ما هي عايشة. هو أنا يعني مش مكتوب لي أتهنى في الدنيا دي؟ تتكلت مراتك أم عيالك، كنت أنا اتجوزت المدعو إياه وفوت لك الحتة باللي فيها. لما أخيرا عرفت أخلص منه رمى عليا اليمين، رجعت أدور عليك زي المجنونة. يومين واتسجنت، 5 سنين حكم بيهم القاضي عليا قبل ما يحكمهم عليك. ويوم ما تطلع عاوز تحرق وتكسر وتمشي ورا شطانك. طب ونعيمة ياخدوك منها تاني وبعدها لك يا بيومي، اخرتها معاك ايه؟ اخرتها ما تربطيش مصيرك بمصير يا نعيمة. صحيح حبيتك وكنت رايدك، بس خلاص الكلام ده فات اوانه وما عادش له لزوم. انا ما جيتش الدنيا ده علشان اعيش واتهنى، والظاهر كده انا وانت ملناش نصيب من الاساس. انا الموت محاوتني من كل ناحية، وانا فاتح له دراعاتي ومرحب بيه. فوق يا نعيمة. فوتني لوحدي يا بيومي، اخرج. بشوقك يا نعيمة. يا فوزية، بنتي يا فوزية. أيوة يا أبلة ليلى. وطي حسك. تعالي اطلعي لي، عاوزاكي. تعالي يا زوزو، اسمعي اللي هقولهولك، ده سر بيني وبينك، ما يخرجش بره ابدا والا هزعل منك، وهديكي قرش بحاجه. لا 2 يا قروبه انتي. حاضر، هديكي قرش كمان، بس اسمعي، نبيل افندي متعود يفطر عند ابوكي كل يوم الصبح وهو رايح الجامعه. اول ما يوصل ومن غير ما حد يشوفك ابدا يا زوزو، اديله الورقه دي وتحافظي عليها وياكي زي كل مره. اتفقنا؟ اتفقنا يا أبلة ليلى، ايدك بقى على القرشين. يا معلم بيوم انا في عرضك، يعني يرضي ربنا ده يا عالم ابقى لسه طالع بقول يا رزاق، والمعلم جلالي وقفني طالب بالإتاوة، يعني تاخده من لحم الحي. يا ترى بقى بعد الدور ده ناوي تدفع ولا نقطع من لحم الحي؟ هدفع وأمري لله. ده جلال، انا بدي اقعد احرق الحجرين عند المعلم جابر على رواقه، محدش يهوب هنا مرة تانية بلا قلب الدماغ. معاش ولا كان اللي يقلب دماغ المعلم بيومي. ده زغلول شيشة ليا ولع للمعلم. انا برضو كان قلبي حاسس ان الليلة دي ما كانتش هتعدي على خير. قلت المعلم بيومي لا ممكن يهدله بال غير لما ينفذ في نفس ذات الليلة، انما كانت نمرة ايه صحيح اخر قلاجة. دي رجالة بلال كلها في الاستبالية اتكسروا حتة حتة، والمحلات بقت ايه رماد يا معلم. هما لسه شافوا حاجة؟ ده يا دوب زفة خروج المعلم. يا ساتر يا رب،
قلبي عندك يا معلم بلال اخويا، المحلات كلها بقت على الارض. ده اكيد عين وصبتكوا يا معلم، امال ده العين حق. هي عين يا معلم، عين ولابد اخزقها. سيبني عليه يا معلم وانا اخرج لك عينيه من مكانها. اثبت ياض، ما هياش بالغشامة، مش ايتها كلمة تهزك كده تغف. اخد الحق حرفة ورجالته اكتر. كل اللي هيتم دلوقتي وفي ظرف اسبوع ترجع المحلات دي تنور من تاني، وبعدها يحلها الحلال. سامع؟ اللي تشوفه يا معلم. انا والله معلم بس نفسي افهم اخوك منشف دماغه بالطريقة دي ليه؟ هو يعني غاوي مشاكل؟ ما يحل وياك في قصة البيت دي وتتصافوا وكل حي يروح لحاله. القصة ما هياش قصة بيت وبس يا معلم. ما تاخذنيش يا معلم بيومي، انا برضو اوعى عليكم من وقت ما كنا عيال بنلعب في الحار. وبلال انا عارفه كويس، كتوم بير ملوش قرار، استحالة يعمل شيء كده بدون سبب. مش هيسيب بيت العربي كده لا هو مستنفع بيه ولا سايب حد يهوب منه، لابد يكون وراه سبب وسر كبير قوي كمان. تقصد ايه بكلامك ده يا جابر؟ بصريح العبارة كده يا معلم، ومش انا لوحدي اللي بقول، دي الحارة كلها بتتكلم. الظاهر كده ان في كنز في بيت العربي، كنز مدفون وبلال محتار فيه. اصل الحاجات دي انا سامع عليها انها مش سهلة ابدا، وبيبقى عليها اللهم احفظنا يعني. لاجل كده محاوط على البيت وساكت. كنز في بيت محمود العربي؟ ايه هو الكلام ده اللي بيقوله المعلم جابر؟ هل فعلا في كنز في بيت العربي؟ يا ساتر على اللي مخبياه حكايتنا، يا ساتر. عرفونا لو عجبتكم الزيارة، ولو ناويين تكرروها اشتركوا معانا، دوسوا على الجرس، استنوا الزيارة الجاية.